السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة دكتور جي أسامة جمال، حلقة جديدة معاكم مكملين في الانتجريتد ساينس للغات والتجريبي والناشونال. بنحل وبنفهم وبنطبق وبنذاكر كل ده في نفس السيشن. نبدأ في لسن 3 التمبريتشر والدينستي والبريشر. ايه كل دول علاقتهم ببعض؟ طبعا احنا بنتكلم عن مين؟ بنتكلم عن الووتر. بس قبل ما بنعمل اي حاجة انت بتنزل تظبطني لايك وانا بنزل بالانترو، ننزل بالانترو ونرجع نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تعال نشوف سريعا كده احنا كنا خدنا ايه قبل كده عن الفيزيكال بروبرتيز اوف ووتر. اول حاجه ان هي عندها ايه؟ عندها هاي بويلينج بوينت اللي هي كانت كام يا شباب؟ اللي هي كانت 100 سيليزيوس ديجري. طيب يا شباب كان عند 100 سيليزيوس ديجري، وكمان الفريزنج بوينت كان عند كام؟ كانت عندي 0. ولما قلنا احنا ليه اصلا عرفنا ان ديت هاي بويلينج بوينت، ليه ما تكونش مثلا دي النورمال ستيت؟ هقول لك ان انا الموليكيول اللي انا بتكلم عليه اسمه H2O. اوكي، طيب احنا عندنا موليكيول شبهه اسمه هيدروجين سلفايد اهو H2S. طيب بص كده ال H2S ده 2 هيدروجين مع 1 سلفايد، 2 هيدروجين مع اكسجين. الهيدروجين سلفايد ده البويلينج بوينت بتاعته نيجاتيف 61 سيليزيوس. يا نهار ابيض، كام؟ نيجاتيف 61 سيليزيوس. كام تاني؟ نيجاتيف 61. وهنا اهوت 100 سيليزيوس. دي البويلينج بوينت بتاعت الووتر. حلو جدا. طيب خش بعد كده بقى على حاجه اسمها abnormal density. يعني ايه كلمه density اصلا؟ density يعني الكثافه. طيب ليه هي بقى abnormal؟ تعالى نعرف ايه مشكله الكثافه في الميه. طيب يا سيدي، الكثافه يا شباب هي علاقه بين الماس والفوليوم. كل ما الفوليوم يزيد الرو او الدنسيتي تقل. يبقى تاني يا شباب هي اولا ماس مع مين؟ مع فوليوم. كل ما الفوليوم يزيد الدنسيتي تقل. طيب وكل ما الماس تزيد الدنسيتي تزيد برضو. علشان ايه؟ علشان هما اتنين بسط، يبقى علاقه طرديه. اوكي، دايركتلي بروبوشنال. واحد بسط واحد مقام يبقى انفيرسلي بروبوشنال. طيب يا شباب يلا بينا نشوف. دلوقتي انا عندي الرو اللي هي الدنسيتي، الماس في الفوق والداون سايد اللي فيها الفوليوم. الماس بالكيلو جرام والفوليوم متر كيوب، يبقى الرو ايكوال كيلو جرام بير متر كيوب. طب لو انا عايزه اغير اليونت يبقى جرام بير سنتيمتر كيوب. يبقى اتنين مهمين جدا للدنسيتي اليونتس بتاعتها، جرام بير سنتيمتر كيوب وكيلو جرام بير سنتيمتر كيوب. يبقى تاني ايه هي الدنسيتي؟ الريليشن شيب بتوين مين ومين؟ الماس والفوليوم in a certain temperature لماتيريال او ماده واحده. فين؟ in a specific temperature or certain temperature. انا دلوقتي عندي 2 كيوبس، ده واحد والتاني. الاثنين occupying the same volume، عندهم نفس الفوليوم، عندهم نفس الحجم. بس واحد عنده low mass، واحد عنده high mass. شايف كمية الكور اللي فيه ديت هي الكتلة بتاعته. فده عنده low mass وده عنده high mass. تفتكر مين اللي هيبقى عنده دينستي عالية؟ أكيد اللي عنده high mass. فالدينستي العالية مالها؟ بتنزل لتحت، والدينستي اللو دينستي الخفيفة بتطلع لفوق. مثال سهل جدا وهيمشي معاك يا ترم كامل. يبقى تاني الدينستي يعني ماس كبيرة، ماس عالية. طب هتنزل لتحت ولا تطلع لفوق؟ لا، التقيل بينزل لتحت. طيب واللو دينستي بيطلع لفوق. فاكر السؤال ده؟ فاكر الصورة ديت؟ كان بلاد، والمينلي كومبوزيشن اوف بلاد كان ايه؟ كان ووتر. الله ينور. المينلي كومبوزيشن اوف وات؟ المينلي كومبوزيشن اوف بلاد از ووتر. حلو جدا. طيب الووتر كان بيعمل ايه؟ بياخد النيوترينز from the blood into او from the environment into the cell، وبياخد الويست from the cell outside through مين؟ through the membrane. بيعدي على الممبرين وهو داخل، وبيعدي على الممبرين وهو داخل وهو خارج. طب كويس جدا. طيب انا لما باجي بفصل البلاد بلاقي عندي جزئين، جزء الار بي سيز تحت واللي فوق كان اسمه البلازما. طب ليه اتفصلوا؟ علشان في فرق في الكثافه بين الاثنين. في there is a difference between ايه؟ between density. البلازما has low density، فعشان كده هي اللي
طلعت فوق. طيب والبلد has high density، فعشان كده هو اللي نزل لتحت. يبقى دايما density which occupying low density دايما بيطلع لفوق، والهاي density عشان تقيل فدايما بينزل تحت. طيب يا شباب يلا بينا نخش على جزئية كمان وناخد مثال كمان. أنا عندي 3 cubes of water. طيب حلوة جدا. 3 cubes of water ديت الووتر has density 1 جرام per centimeter cube أو 1000 كيلو جرام per meter cube. واحنا خدنا الكلام ده، احنا لسه هناخده كمان 5 دقايق. طيب احنا ليه لما بنحط الميتال زي الومنيوم او اي حاجه بينزل؟ ليه لو حطينا وود بيكون بيطفو شويه على الووتر بيعمل فلوت؟ طيب وليه الكروك او حته زي الفلين بتبقى عايمه فوق خالص مش نازله منها حته اصلا؟ ليه؟ علشان ده عنده دينستي قويه جدا اقوى من الميه فاصلا بينزل تحت. طب دوت عنده دينستي قريبه من الميه فبالتالي بيطفو جزء منه. طب ده دينستي اقل بكتير من الميه، يعني لو ذان 1 جرام بير سنتيمتر كيوب دينستي، فبالتالي بيحصل له فلوت يعني بيطفو. طيب يا شباب معروفه دايما ان الدينستي كل ما التمبريتشر بتقل الدينستي بتزيد. يبقى تاني كل ما التمبريتشر بتقل الدينستي بتزيد. تعال نشوف جراف. انا عندي اهو ده دينستي واللي تحت دوت التمبريتشر. شايف 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 كل ما التمبريتشر بتقل الدينستي مالها بتزيد. كانت عند 900 تحت كانت عند 950 بقت دلوقتي 990 بقت وصلت لحد 1000 كانت عند 930. طيب واحنا كده رايحين فين؟ رايحين ناحية الفريزنج بوينت اللي هي الصفر. يبقى كل ما الدينستي بتزيد كل ما التمبريتشر بتقل. يبقى تاني كل ما بنزل في التمبريتشر كل ما التمبريتشر تقل الدينستي مالها بتزيد. ده يعني جنرال رول موجود في كل حته كومن، بس مين دايما ما بتمشيش عليه الكومن رولز؟ الووتر. طب ايه اللي حصل بقى؟ تعالوا نشوف ايه اللي حصل. بص يا سيدي دلوقتي انا برضو كل ما بنزل في التمبريتشر الدينستي بتزيد، ولكن هوب عند حته معينه التمبريتشر الدينستي وصلت الماكسيمم وبعد كده رجعت ايه تقل تاني. ليه بقى الكلام ده؟ بص يا سيدي تعالى نشوف التمبريتشر اللي وصلت عندها ماكسيمم دينستي هنلاقيها 4 سيليزيوس. طيب والماكسيمم 1. طيب ايه اللي حصل بقى؟ دلوقتي عندي الدينستي في الووتر هاز اب نورمال دينستي. اوكي؟ طيب ايه اللي بيحصل؟ دايما معروفه ان كل ما بنزل في التمبريتشر الدينستي بتزيد، ولكن عند الووتر هذا يونيك بروبرتيز او هذا يونيك كاركتر ان هي ايه؟ ان اول ما باجي عند الفور سيليزيوس الووتر بتبقى عندها maximum density which is 1 gram per centimeter cube or 1000 kilogram per meter cube. الرقمين دول حفظ جدا يا شباب مهمين. الدنسيتي بتاعت الووتر 1 gram per centimeter cube or 1000 kilogram per meter cube. ده امتى؟ عند الفور سيليزيوس. بعد كده لما بنزل اكتر من الفور الدنسيتي بترجع تقل. يبقى معلش كده انا عايز ابصمج الحته ديت ان انا عندي فور سيليزيوس بزيد عنها الدنسيتي بقل عنها الدنسيتي برضه بتقل. يبقى تاني انا 4 بروح يمين بروح شمال الدنسيتي بتقل. انا 4 سيليزيوس از تمبريتشر بنزل الدنسيتي بتقل بطلع الدنسيتي بتقل برضه. يبقى تاني انا عندي 4 سيليزيوس لو انا زدت الدنسيتي بتقل لو انا قليت الدنسيتي بتقل برضو. الحته ديت كميه اسئله ما اقولكش. طيب انا عايز من الجراف ده كده اطلع 4 اسئله 5. اول حاجه قول لي يونت للووتر 1 جرام بير سنتيمتر كيوب. قول لي يونت ثانيه 1000 كيلو جرام بير متر كيوب. قول لي التمبريتشر اللي عندها ماكسيمم دنسيتي اوف ووتر 4 سنتيمتر 4 سيليزيوس سوري 4 سيليزيوس. طيب لما ازيد عن الفور سيليزيوس ايه اللي هيحصل للدنسيتي؟ هتقل. لما اقل عن الفور سيليزيوس ايه اللي هيحصل للدنسيتي؟ هتقل برضه. يبقى كده 5 اسئله في المربع ده. نقول لهم تاني بسرعه.
انا عندي الماكسيمم دينستي، انا عندي ابنورمال دينستي فور ووتر. ليه يا عم ابنورمال ليه؟ اصلا انا كل ما بقل في التمبريتشر الدينستي بتزيد، ولكن عند الووتر لا، كل الكلام ده كده ماشي سليم. الشذوذ بيحصل امتى؟ الريجولار ستيت بتحصل امتى؟ عند الفور سيليزيوس. بيحصل ايه بعد كده؟ بنلاقي ان عندها الماكسيمم يونت اوف دينستي عند الووتر، ماكسيمم دينستي اللي هي كام؟ 1 جرام اوف سنتيمتر كيوب or 1000 كيلو جرام بير متر كيوب. وبعد كده اللي بيحصل irregular phase، ان هي بتنزل تاني abnormal density. طيب الكلام ده مهم، مهم جدا. طب يعني فادني بايه؟ يعني الابنورماليتي دي فاتتني بايه؟ طيب تعال نشوف يا ريس الابنورماليتي ديت فادتنا بايه؟ طيب يا شباب انا فادتني ان انا عند 4 سيليزيوس has a maximum density، يعني دينستي عاليه، يعني هتنزل فوق ولا تطلع تحت؟ ايه اللي انا بقوله ده؟ سوري. طيب اللي فادني يا باشا ان انا عندي 4 سيليزيوس عندي ماكسيمم دينستي، ماكسيمم دينستي ووتر، يعني هتنزل لتحت ولا هتطلع لفوق؟ دينستي تقيله، تنزل لتحت ولا هتطلع لفوق؟ هتنزل لتحت. حلو جدا. طب والزيرو عنده لو دينستي ذان 4، يعني هيطلع لفوق ولا هينزل لتحت؟ يا مستر هيطلع لفوق. خلصنا. ايه ده انت كده ما فهمتش انا عايز اوصل لايه؟ ما فهمتش ان انا بتكلم عن الايس بيطلع لفوق علشان يعمل preservation area او insulating layer، ان البحيره اللي تحتيها ما تتكونش، يبقى البحيره تحت دافيه نسبيا عن الايس شيث اللي فوق، علشان الووتر دينستي الماكسيمم دينستي عند الفور تبقى 1 جرام، فبينزل لتحت عشان تقيل. والايس اللي هو عندي الزيرو هاز لو دينستي، فبيطلع لفوق على السطح بيعمل لنا شيث insulating layer علشان هو هاز لو دينستي. اوكي، فبيعمل insulating layer للي تحتيه، الميه تبقى دافيه، والبيولوجيكال كريتشرز او المارين كريتشرز او الفريش ووتر كريتشرز يفضلوا عايشين تحت. انا عايز اشوف اشكال بصراحه، لان ايه يعني الكلام الكتير ده انا ما بحبوش والله ولا انا. يلا بينا. معلش خليك معايا كام بوينت كده محتاجين نعرفهم. اول حاجه الدينستي بتاعت الموتر كام؟ 1000 كيلو جرام متر كيوب او 1 جرام بير سنتيمتر كيوب. كل الكلام ده فين؟ عند 4 سيليزيوس. ده مين؟ ده الماكسيمم دينستي اوف ووتر. طيب كل ما بنقل عن الفور سيليزيوس كل ما الدينستي بتقل. طب كل ما بنزيد عن الفور سيليزيوس الدينستي بتقل برضو. يعني الفور سيليزيوس بروح ناحية الزيرو بتقل، بروح ناحية البويلينج بوينت برضو بتقل الدينستي. طب حلو جدا. الدينستي افكتد باي مين؟ التمبريتشر. 4 سيليزيوس بروح هنا الدينستي بتقل، بروح هنا الدينستي بتقل. طيب البريشر كل ما بنزل لتحت في الميه يعني بيبقى في بريشر جامد جدا، فالدينستي بتبقى تقيله جدا تحت، فعشان كده الحاجه بتغرق. طيب معلش انا عايز مثال. عمرك سمعت عن غواصه بقت عباره عن كنزايه تحت في الميه؟ تقول لي انا بسمع عن حوادث غواصات كتير، الغواصه بتبقى ماشيه في امان الله فجاه بيحصل عليها ضغط كبير جدا فبتتكرمش وتكش كده وتقع وتغرق. سبحان الله، انت قلت الاجابه على فكره، انت قلت بيحصل عليها ضغط كبير. اصل كل غواصه بيبقى ليها ليميت معين في الدايفنج، في ليها دبث معين ما ينفعش تنزل تحتيه. ليه ما ينفعش تنزل تحتيه؟ هتتخطف يعني؟ لا هي مش هتتخطف يا باشا، هي هتموت. ليه؟ علشان لو نزلت عن دبث معين هي اصلا مش مصممه لكده، مش مصممه ان هي تستحمل كميه بريشر فظيعه. طب في ناس على فكره تاني، مثال تاني، في دايفرز بيلبسوا دايفنج سوت very heavy diving suit قويه جدا وتقيله. ليه؟ علشان جسمهم يقدر يستحمل الضغط هيبقى على الدايفنج سوت مش على جسمهم. طب لو نزلوا من غير الدايفنج سوت ديت هيفرقعوا، ما هو ضغط كبير جدا على جسمهم مش هيقدر يستحمل، الجسم ده كله هيتفرقع ويموت. فهو بيلبس دايفنج سوت ليه؟ عشان يقدر يستحمل البريشر الكبير جدا اللي تحت. فبالتالي التمبريتشر
عرفنا انا 4 بروح هنا الدنستي بتقل، بروح هنا الدنستي بتقل. طيب البريشر كل ما بنزل البريشر بيزيد والدنستي بتزيد معاه. طيب السالينيتي كل ما السالينيتي بتزيد الدنستي بتزيد. يعني الدنستي في الووتر مارين ووتر اكبر ولا في الفريش ووتر اكبر؟ ثانيه يا مستر، انت قلت لي كل ما السالينيتي تزيد الدنستي تزيد، يعني المارين ووتر هاز هاي دنستي. حلو جدا. وارجع اكلم معاك في حته ان ليه احنا بنعوم في البحر ما ينفعش نعوم في النيل؟ عشان ما نلوثش النيل. ماشي، حاجه غيرها تاني. علشان البحر هاز هاي دنستي. ليه؟ عشان هو فيه سولز كتيره، وانا بقول لك كل ما السالينيتي تزيد الدنستي تزيد، فالميه هتطلع فوق ولا تنزل لتحت؟ هتنزل لتحت، فانا هتشل فوق. عمرك سمعت عن عيون ميه مليانه سولز دايما بتبقى موجوده في سيوه والحتت اللي حوالين منها؟ ان انت اصلا ما بتغرقش. انت لو نزلت الميه وش هترفعك. ليه؟ علشان الميه هاز هاي دينستي عاليه جدا، عشان مليانه سولز، فهي بتنزل لتحت وانت بتطفو بتطلع لفوق. طب النيل ايه نظامه؟ النيل هو فريش ووتر ما فيهوش سولز، فبالتالي الدينستي بتاعته لو دينستي، فاللو دينستي دايما بتطلع لفوق. افتكر المثال بتاع الميزان، التقيل هو اللي بينزل لتحت والخفيف هو اللي بيطلع لفوق. فالميه الخفيفه اللي عندها لو دينستي بتطلع لفوق، فانا بالنسبه لها كده هاي دينستي. هغرق ولا هطفو؟ فور شور I will think not float. فبالتالي السالينيتي بتزيد الدينستي بتزيد معاها، يبقى water with more salinity has more density. حلو جدا. The normal salinity level for ocean is 35 جرام per liter. المعلومة دي مهمة جدا. يبقى النورمال سالينيتي كام؟ 35 جرام بير لتر. النورمال سالينيتي كام؟ 35 جرام بير لتر. حلو جدا. طيب الفاريشن بتاع الدنسيتي ده سبب لنا ايه؟ سبب لنا الاوشن كارنتس، حركة المحيطات. طيب المحيطات بتتحرك منين؟ من التروبيكال للبولر ريجن، يعني من خط الاستواء للبولرز. ده بولر ريجن وده بولر. طيب يبقى من التروبيكال ريجنز فور بولر ريجنز، ده الاوشن كارنتس. بسبب مين؟ بسبب الدنسيتي. وحاجة كمان، انا كده عندي السطح، النيوترينز بتتحرك from deep into the surface، ديت النيوترينز. طيب يبقى تاني يا شباب، انا عندي الدنسيتي بتتحرك من التروبيكال ريجنز into polar regions. طيب الدنسيتي بتزيد مع، تعالوا نشوف بقى البريشر. كل ما بننزل تحت الدنسيتي بتزيد، البريشر بيزيد. السالينيتي كل ما تزيد سالينيتي كل ما يبقى فيه سالينيتي كل ما يبقى فيه دنسيتي. التمبريتشر انا 4 سيليزيوس بقل الدنسيتي بتقل، بزيد الدنسيتي بتقل برضه. طيب خش على اللي بعده يا ريس. شباب انا بقيس الدنسيتي ازاي؟ بقيسها بجهاز اسمه ايه؟ هيدرومتر. اسمه ايه؟ اسمه هيدرومتر. اسمه ايه؟ اسمه هيدرومتر. طيب الهيدرومتر ده يا شباب يبقى شكله عامل كده. ده كده بيبقى جلاس تيوب ماركد. يعني ايه ماركد؟ يعني متعلمه فيها ارقام. طيب وديت انبوبه منفوخه، وديت ليد شيف او ميركوري. ميركوري اللي هو الزئبق. طيب انا بقيس بيه الدنسيتي اوف اني ليكويد. طيب حط الهيدرومتر ده في ليكويد، الجزئيه اللي تحت المنفوخه ديت معناها ان انا كده ماكسيمم دنسيتي. طيب وكل ما بطلع لفوق، يعني اللي هو الجزء ده كله كده لو دنسيتي، الحته ديت معناها ان انا كده ماكسيمم دنسيتي. طيب لما الاقي ان الهيدرومتر ده كله نازل لتحت وحته خفيفه بس اللي على السطح، يبقى السوليوشن ده has low density. طب لما الاقي ان الحته المنفوخه هي اللي قرب السطح، يبقى السوليوشن ده has high density. يلا نطبق بسرعه. انا عندي 3 solutions. ممكن تقول لي بالترتيب مين هو الهاي دنسيتي، بعد كده اللو دنسيتي، بعد كده اللوست دنسيتي؟ طيب انا كنت عرفت ان الحته المنفوخه هي اللي عندها هاي دنسيتي، يعني لو قريبه من السيرفس تبقى ايه؟ دنسيتي عاليه. طيب تعالى بص كده، ده
اقرب حاجه للسيرفس الحته المنفوخه، يبقى ده كده ايه؟ رقم 1 في الدينستي، تقيل. طيب وبص هنا وهنا، دوت نازل اكتر يبقى ده خفيف شويه، دوت مش نازل اكتر يبقى ده ايه؟ بالترتيب كده، ده عنده هاي دينستي، اقل شويه ده لوست دينستي. عرفت منين؟ اصل الحته المنفوخه لما بتبقى قريبه من السطح يعني معناه كده ان ايه؟ الدينستي عاليه جدا. طيب ولما نزل شويه بقى كده انا عندي ايه؟ الدينستي خفت شويه. بص لما غاص خالص انا عندي الجزء اللي فوق هو ايه؟ هاز لو دينستي. طيب انا عايز اشوف بس معلش حاجه في التدريج. بص لاحظ لي دي كده، لاحظ لي دي كده، لاحظ لي دي كده، ان التدريج بتاع الهيدرومتر هو ماشي بالعكس. يعني معلش كده بص لي عليه، ان الواحد بيبقى هنا وفوق 9/10 مثلا، وتحت 1.1/10. معناه ايه؟ معناه ان الدينستي بتزيد كل ما بنزل لتحت والدينستي فوق بتقل. يعني انا دلوقتي لو جيت قلت لك انا عندي هيدرومتر، تمام، وانا عندي كده واحد، ده في الشكل بتاعه مش جايب لك هيدرومتر، هو جايب لك قرايه هيدرومتر، وبعد كده جايب لك كام شرطه فوق وبيقول لك ان السيرفس هنا، وواحد تاني وكام شرطه تحت وان السيرفس هنا. فلو جه سؤال قال لك انا دلوقتي عندي السيرفس هنا والسيرفس هنا، مين عنده هاي دنسيتي؟ كل دي اسئله يا شباب نازله اصلا في الوزاره على الموقع، الويكلي كويز والكلاس ورك جامدين جدا. فانا عايز احل معاك اكتر افكار، فانت ساعدني ان انت تشارك الحلقه اصلا مع اصحابك عشان هم كمان يستفادوا. تقعد مركز، الجزئيه اللي مش فاهمها اكتب لي في الكومنتس، يا اما هشرحها لك في فيديو تاني او اشرحها لك في الكومنتس، هتواصل معاك شخصيا. بص يعني ما هوصل لك بس حاول تفهم معايا. طيب انا دلوقتي عندي سؤال مهم جدا خطير، عندي جايب لك القرايه بتاعت الهيدرومتر، واحد وفوقيه 3 شرط ويقول لك انا السيرفس هنا، واحد تحتيه 3 شرط ويقول لك السيرفس هنا، وبيقول لك ايه؟ انهي فيهم هاي دينستي. الواحد اللي مش مذاكر او اللي بيحلها بالفهلوه يقول لك ان اللي اقل من الواحد يبقى كده دينستي قليله، والاعلى من الواحد دينستي كبيره. اقول لك غلط يا بيه، انا لسه كنت بقول لك ان الدينستي هنا او التدريج هنا ماشي بالعكس، الجرادويشن هنا ماشي بالعكس، ان انا فوق لو دينستي وتحت هاي دينستي، يعني تحت اكبر من الواحد وفوق اكبر من الواحد، يبقى ده عنده لو دينستي وده هاز هاي دينستي. السؤال ده بجد قوي جدا وخطير. طيب نخش على اللي بعده، الايس فورميشن ديو تو abnormal density. ليه؟ علشان انا الايس بيتكون عند الزيرو سيليزيوس. طب والزيرو سيليزيوس هل هي كانت دينستي اعلى من الفور سيليزيوس ولا اقل؟ ازاي يا مستر؟ ده الفور سيليزيوس هي ماكسيمم دينستي اللي هي كام؟ 1 جرام بير سنتيمتر كيوب 1000 كيلو جرام بير متر كيوب. الله ينور عليك، شابوه. طيب انا الايس بيطلع لفوق عشان هو لو دينستي، فبيعمل لي شيث، ايس شيث او انسيوليتنج لاير، يخلي الميه اللي تحتيه دافيه، عشان كده كده اصلا الميه دافيه والدينستي بتاعتها قليله فبتنزل لتحت، وتلقائي الايس بيطلع لفوق عشان عنده لو دينستي. طيب الميه الدافيه بتنزل لتحت، فنقدر السمكه تعيش وتلعب وتعوم وتبلبط جوه الميه علشان الميه دافيه، وفي فوق انسيوليتنج لاير اصلا حامي الليك كلها from the freezing. طيب حلو جدا. ازاي بقى بيحصل الايس فورميشن؟ اول حاجه ان انا عندي الووتر موليكيولز condensed with each others. لما بنيجي نعمل فريزنج الهيدروجين بونز بتترتب وبتتكون، بيدينا ايه؟ بيدينا شكل اسمه هيكساجونال شيب، يعني شكل سداسي، هيكساجونال شيب. طيب انا كنت بقول لك ايه؟ كنت بقول لك ان الرو بتساوي ماس اوفر فوليوم، فلما الفوليوم يزيد بالشكل ده الرو مالها بتقل، الدنسيتي بتقل، فايه اللي يحصل؟ الكثافه تقل فيطلع لفوق، فيبقى على وش السيرفيس اوف ووتر. اوكي؟ طيب بنراجع على المعلومه اللي قلناها ان السالينيتي كل ما تزيد يبقى كل ما الدنسيتي تزيد، فالميه تنزل لتحت. حته فلينه حطها في سولت ووتر، حطها في فريش ووتر،
هنا هتطفو كلها على بعضها، هنا هتغرق شويه. ليه؟ عشان الفريش ووتر has low density than السالينيتي او السولتي ووتر او المارين ووتر. كل ما السالينيتي تزيد الدنسيتي تزيد، ميه تنزل لتحت. يلا بينا. الاوشن كارنتس بيتحرك منين لفين؟ من التروبيكال ريجنز فور بولر ريجنز. والراجل ده ليه لابس دايفنج سوت؟ عشان كل ما بريشر بنزل لتحت البريشر بيزيد، الدنسيتي بتزيد، فانا اصلا مش هقدر استحمل البريشر اللي موجود تحت، فلازم البس دايفنج سوت عشان احمي جسمي من ان هو ايه؟ ينفجر ويفرقع. احنا خلصنا كده السيشن بتاعت الدنسيتي وبريشر وتمبريتشر. المره الجايه هناخد السوليبيليتي والكربون دايوكسيد والاكسجين ديسولفينج ان ووتر، وهنحل. المره دي حلينا افكار قويه جدا، المره الجايه هنحل افكار اقوى، والفتره الجايه هننزل بقى بالويكلي كويزز والكلاس وركس مجمعين. يعني انا دلوقتي بحل معاك في السيشنز افكار، لكن انا عايز بقى اجيب لك سؤال حقيقي يلا نحل عليه. طيب لا يعني انا بصراحه عامل مجهود معاكم، انا بس مستني رد فعل منكم، زي شير للحلقات مع زمايلك عشان هم كمان يستفادوا. لو لسه مش مشترك في القناه اشترك، فعل الجرس. القاكم في الحلقات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.